تعالوا نستقبل السنة الجديدة واحنا عندنا أمل إن كل حاجة نفسنا فيها هتتحقق. أي حاجة كنا عايزين نحققها وما اتحققتش السنة اللي فاتت، خلي عندنا أمل إن تحقق السنة دي إن شاء الله. طبعا احنا نخلي عندنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى، مش في السنة نفسها. دايما يبقى عندنا أمل في ربنا إن بكرة هيبقى أحلى. دايما خلي عندنا تفاؤل إن كل حاجة هتحصل بإذن الله، وإن السنة دي هتبقى أحسن من السنة اللي قبلها، وإن اللي محققتوش في السنة اللي فاتت أحققه إن شاء الله في السنة الجديدة. أو يبقى عندنا دايما أمنية كنا بنتمناها، نقول يا رب اللي ما اتحققتش السنة اللي فاتت تتحقق السنة دي. يعني دايما نخلي عندنا أمل اللي ما اتحققش السنة دي يتحقق السنة اللي بعدها أو اللي بعدها. بس دايما نخلي عندنا أمل، ونخلي عندنا حسن ظن بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أنا عند ظن عبدي بيه. يعني لو ظنيتوا بربنا خير إن هيديكوا كل اللي نفسكوا فيه، هيديكوا فعلا كل اللي نفسكوا فيه. ولو ظننا بغير كده هيديكوا اللي انتوا ظنتوه بالظبط. زي ما ظنيتي ربنا هيديكي. فتعالوا نظن خير في ربنا سبحانه وتعالى، نظن فيه ان كل حاجة حلوة هتحصل ان شاء الله السنة ديت، السنة الجديدة. كل حاجة حلوة هتحصل. اي حاجة نفسنا فيها، واحدة عايزة تخلف ان شاء الله يا رب هخلف ان شاء الله تخلف. واحدة عايزة تتجوز، واحدة عايزة تنجح في شغلها، عايزة تنجح في مدرستها في جامعتها، كل ده. فخلي عندكم امل، وكل شيء نفسكم فيه هيتحقق طول ما احنا مع ربنا وعندنا امل، كل شيء هيتحقق.